هلو هلو، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. يلا بينا نعمل مع بعض النهارده صينيه فراخ مفيش اسهل منها، وحقيقي طعمها تحفه جدا، حقيقي مميزه ولا اروع. يلا بينا بسرعه لايك وشير، وقبل اي حاجه نبدا نسمي الله، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. كل الحكايه هنحتاج معانا كيلو من صدور الفراخ، قطعناها مكعبات زي ما شايفين هنا مع بعض دلوقتي. تمام. وقبل ما ندخل في المكونات اتمنى تضغطوا على زر الاشتراك عشان ان شاء الله يوصلكوا اشعارات بكل فيديو ننزله جديد ان شاء الله. اول حاجة هنحتاج مع بعض هنا 2 معلقة من الصلصة. تمام. بس معلقة كبيرة من دبس الرمان. وباربيكيو صوص هنحتاج منه برضو مقدار معلقة كبيرة. تمام. بعدين معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، معلقة صغيرة او معلقتين صغيرة من الفلفل الاسود، وهنا معلقة صغيرة من التسع بهارات اللي عملناهم مع بعض قبل كده على القناة، وهنا توم باودر، وبس مقدار معلقتين 3 من الزيت النباتي. وعلشان نعمل صوص حلو قوي يستوي فيه الفراخ بشكل وبطعم حلو، هضيف عليه مقدار من كوباية كبيرة من المية الدافية. تمام. وهقلب بقى الكل ده مع بعضه كده بالمضرب او بمعلقة، وكمان هنحط الملح، كنت نسيت احط الملح في الاول. تمام. يعني مقدار حوالي معلقة كبيرة. بس كده خلاص، وكده معايا صوص التشريبة او اللي يستوي فيه الفراخ جاهز جدا. هنجيب بقى مع بعض الطاجن او البايركس اللي هنسوي فيه الفراخ. تمام. وهنحط مع بعض مكعبات الفراخ، دي مكعبات صدور. تمام. وكمان بطاطس، عملت مكعبات بطاطس بنفس حجم الفراخ عشان يكون كله تسوية واحدة. تمام. وكمان معانا الطماطم والبصل عملناه مكعبات، وكمان الفلفل الاخضر. وصوص التشريبه ده كله هننزله على الفراخ عشان يتشرب مع بعضه ويكون كويس جدا كتسويه في الفرن. لو بتتابعونا لحد هنا اتمنى تحطوا لايك وكومنتات حلوه كتير وشير جميل عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. هنا معايا بجلافز او بمعلقتين تقدروا ان انتوا تقلبوا كل المكونات دي كويس كده مع بعض وتعملوا لها زي مساج عشان تكون متبل كويس قوي. في الوقت ده بعد ما يتبل تقدروا تحطوها في التلاجة بعد ما تتغطى كويس حوالي ساعة او نص ساعة، وكمان تقدروا تسووها على طول. مش هتفرق كتير الحقيقة، لكن هي لو سبتوها نص ساعة هتاخد طعم احلى جدا. يا عيني عليها بقى الأكلة دي جنب رز أبيض أو جنب رز بشعرية، مفيش أحلى من كده. بفكركم نشترك إن شاء الله ونضغط على زر الاشتراك عشان يوصلنا كل جديد ويوصلنا دايما الإشعارات بكل فيديو جديد. ببدأ بعد كده أحط شرايح الليمون على وش طاجن الفراخ. تمام. وطبعا على فرن ساخن جدا ببدأ إن أنا أدخل الطاجن ده الفرن. مش عاوزه اقول لكم ميكس الالوان ده قد ايه مريح للعين، قد ايه شكله تحفه قوي، والطعم ولا اروع. هنجيب حالا مع بعض ورق زبده وهنديه بشويه ميه او مبلله كده ميه تحت الحنفيه. ليه بنبله ميه؟ علشان الورقه الزبده ما تتحرقش من فعل الحراره. تمام. بعد ما اكبس صينيه الفراخ بورق الزبده المبلوله ميه بغطيها بعد كده بورق الومنيوم. تمام. كويس جدا علشان نسرع من وقت التسوية، وطبعا تدخل الفرن على درجة حرارة عالية يا بنات. تمام. يلا بينا نبص على شكلها وهي في الفرن. هي كده كانت خلاص دخلت في التسوية. تمام. ببدأ بعد كده اشيل ورق الزبدة واشيل ورق الألومنيوم واديها لون كده مع الشواية. شوفوا شكلها بعد ما طلعت من الفرن، تحفة جدا، طعمها ولا اروع. حقيقي حقيقي اكلة المستعجلين، مفيش اسهل ولا اروع من كده. جالك ضيف فجأة، جاية من الشغل مستعجلة، محتارة تعملي اكل ايه وعايزة حاجة جديدة، مفيش احلى من كده اكلة، وطعمها ولا اروع. حقيقي حقيقي خفيفة ولذيذة جدا. لو بتشوفونا لحد هنا اتمنى لايك وشير. دمتم في رعاية الله. باي باي.